الاستثمار في الدهب والفضة والّا البيتكوين والّا الاستثمار في الذات؟ طبعًا الكلام الدارج دلوقتي إن أهم استثمار تستثمره هو استثمارك في نَفْسك، هي دي فعلًا أهم استثمار، وده مش كلام دارج ولا كلام كاتشي ولا كلام يعجب الناس، إنما وتيرة الحياة بقت أسرع من الأول، إيقاع التغيير أو الpace بتاع التغيير بقى أسرع من الأول. لو على سبيل المثال هنقول أنا حابب أتعلم الAI وأعرف عنه، كل يوم وكل أسبوع وكل شهر بينزل updates كتيرة، فأنا مش ملاحق، فبالتالي أصعب حاجة دلوقتي الواحد يقدّمها لنَفْسه هو استثماره في ذاته. طيب أنا أعمل إيه؟ أول حاجة حدِّد مسار واحد وما تشتِّتش نَفْسك نهائي. تاني حاجة خُد خطوات صغيّرة، بلاش تاخُد سبرنتات وحتى لو عندك vision بلاش يبقى الvision هي أول خطوة مستني إن هي تصُب فيها. تالت حاجة يبقى عندك mentor أو حد ترجع له. رابع حاجة التطبيق، ثم التطبيق، ثم التطبيق. خامس حاجة كل ما أنت بتغلط ابدأ صحّح، ما تقفلش أو هتقول أنا كده فاشل، بالعكس الطريقة ما كانتش صح فlet's figure out إيه الطريقة الأصح. لو أنت استثمرت في نَفْسك هتلاقي بعد كده اللي أنت بقيت مميز في حاجة معيّنة، بقى عليك طلب، بقى عليك extra income وتقدر ساعتها تستثمر في الدهب والفضة.